إلى إيطاليا الآن، حيث وهم فرصة البقاء شريكا ليوفنتوس في صدارة السيريا A بعد خسارته أمام نابولي. فريق الذئاب سقط في ملعب سان باولو بهدفين في قمة الجولة العاشرة. في قمة مباريات الدوري الإيطالي جاء الاصطدام القوي بين نابولي وروما بعد أن تبادلت جماهير الفريقين التحية كبروتوكول وجب معه الترحيب بالضيوف. كشف نابولي عن قناعه بسرعة ضاربا عرض الحائط كل أصول الضيافة ليفاجئ الذئاب بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق الأرجنتيني هيغوين. فعلا لأبناء العاصمة واصل أبناء الجنوب هجوماتهم وكانوا قريبين من تعميق الفارق، لكن أبرز محاولة تلك التي أتيحت لكايخون، لكن القائم ناب عن الحارس دي سانكتيس. نابولي الذي سيطر على مجريات الشوط الأول واصل هيمنته وكان قريبا من مضاعفة الحصة في ظل الفراغ الكبير الذي ظهر في دفاع روما طيلة النصف الأول من المواجهة. وقبل بداية الشوط الثاني بقليل كان توتي يوجه العديد من التساؤلات لزملائه عن سبب الظهور الباهت في الشوط الأول، الأمر الذي جعل روما يبادر بهجوم سريع افتقد للتركيز من جانب أليساندرو فلورنزي. اللاعب ذاته كان قريبا مرة أخرى من التعديل لولا غياب التركيز بالشكل الكبير. بعدها انتفض هجوم نابولي من جديد وكايخون يضيع فرصة الهدف الثانية، لكنه سرعان ما عوض ذلك بهدف في الدقائق الأخيرة مؤمنا الفوز لفريقه. فوز بقدر ما كان مقنعا لنابولي إلا أنه أبان عن اختلالات كبيرة داخل فريق العاصمة. فرد مجددا بالصدارة بعد فوزه على أرض إمبولي بهدفين دون رد. المخضرم أندريا بيرلو من ركلة حرة محكمة سجل الهدف الأول لليوفي بعد 61 دقيقة، ثم أضاف المهاجم الإسباني الفارو موراتا الهدف الثاني عند الدقيقة 72 مؤكدا فوز اليوفي الذي انفرد بالصدارة ب25 نقطة. وحقق بارما ثاني فوز له وجاء على حساب إنتر بهدفين دون رد. باولو دي تشيلي سجل هدفي بارما، الأول في الدقيقة 5 والثاني في الدقيقة 76. بارما رفع رصيده إلى 60 نقاط ليهرب من المركز الأخير للمركز 19. على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على ضيف كوينز بارك رينجرز، وواصل ساوثهامبتون قبضته على المركز الثاني بالفوز على هال سيتي. بدوره حقق أرسنال الفوز على حساب بونلي، فيما سقط ليفربول أمام مضيف نيوكاسل يونايتد في أبرز مباريات الجولة العاشرة. الخطأ ممنوع، شعار رفعه تشيلسي لدى استقباله كوينز بارك رينجرز، وهو يعلم أن الحفاظ على الصدارة يحتاج للانتصارات ولا شيء سواها. بداية هجومية من كتيبة جوزيه مورينيو كللت بالهدف الأول عند الدقيقة 32 بواسطة أوسكار. وعكس سير المباراة نجح تشارلي أوستن في إدراك التعادل للضيوف بواحد من أجمل أهداف المسابقة حتى الآن. مورينيو استشعر الخطر فدفع بدروجبا في محاولة إنقاذ الموقف، فحصل آزار على ركلة جزاء سددها بنجاح موقعا الهدف الثاني. ساوثهامبتون الحصان الأسود للبطولة حتى الآن وصل عروضه القوية ونجح في خطف 3 نقاط من مضيفه هال سيتي بهدف فيكتور ونياما عزز من موقعه في المركز الثاني. ملعب الإمارات كان مسرحا لمباراة رآها البعض نزهة لأرسنال وهو يواجه بيرنلي متذيل الترتيب. شوط أول عجز فيه ويلباك ورفاقه عن الوصول لشباك توم هيتون رغم السيطرة المطلقة للجانرز على أحداثه. في الشوط الثاني شدد أرسنال من الضغط الهجومي على ضيفه، فنجح أليكسيس سانشيز في هز الشباك في الدقيقة 70. بعده بدقيقتين عزز كالوم تشامبرز التقدم بالهدف الثاني والذي فتح شهية أصحاب الأرض، ليعود سانشيز ويختتم ثلاثية فريقه مع نهاية اللقاء بعد وصوله للنقطة 17.
وعلى ملعب سان جيمس بارك كان على ليفربول أن ينتفض بعد تعادله الأخير أمام هال سيتي، لكن الريدز اصطدم بهجوم نيوكاسل يونايتد أغلب فترات المباراة، والتي توجت بهدف وحيد لأصحاب الأرض عند الدقيقة 79 وقعه البديل إيوزي بيريز.